ركز معايا اليوم باذن الله ضمن الوصفات السوريه الجميله راح نعمل كباب بالكرز. كباب الكرز من الوصفات الحلبيه السوريه الجميله، وصفه جدا بسيطه وجميله، لكن لو عرفنا المكونات راح نطلعها باطعم وسيله ممكنه. فبالتالي ابغاك تركز معايا على المكونات لانها سهله. كل اللي تحتاجه لحمه مفروم غنم مع اكسترا شحم. شايف الشحم كيف زياده؟ حلو. راح نتبله بالملح، هذا هو الملح وبس، لا حد يحط لي فلفل اسود ولا بهارات مشكل ولا اي شيء، كل اللي تحطه ملح فقط. نقول لك الوصفه على اصول اصولها. حلو. بعدين ايش اللي نسويه؟ راح نشويه. اذا انت في البيت تقدر تشويه على الصاج، بعدين تعطيه كذا دخنه حلوه. لازم تدخن الكباب عشان لما تحطه في صوص الكرز يطلع جميل. وبالنسبه لصوص الكرز عندنا هنا هذا هو الكرز، واهم مكون اللي يعطيه الوصفه يعني اصاله اللي هو عصير الوشنه. هذا هو عصير الوشنه يا جماعه الخير. بس تروح محلات خاصه بالمنتجات السوريه، قل له ابغى عصير الوشنه، بيعطيك العلبه الجميله هذه. راح تحطها مع شويه مويه تغليها، بعدين تتسبك وتقل شويتين. حتشيل الكباب مثلثات وبعدين توزعها في الصحن وتحط عليها الكباب والصوص، عشان بعدين لما تستوي تلفها بالطريقه هذه وتاكلها عليك بالعافيه. ايش نزين؟ اساسي لو بغيت انه هو القرفه فقط، بعدين تحط الصنوبر وبعدين شويه ورقيات خضراء، وعلينا وعليكم بالعافيه. هذه هي الوصفه على اصول اصولها. لا حد يعني يقول لك اي شيء ثاني، لا خذها من عندي، لا خذها من عندي. هذه الوصفه تاخذها من عندي ما تاخذها من عند غيري. حلوين بكل بساطه. بناخذ المنشفه الجميله حقتنا ونقول بسم الله نبدا. اليوم انا ماني طالع لانه ايش، انا مستمتع بالوصفه، ابغاكم تستمتعوا بالمنظر الجميل لكباب الكرز. يلا نبدا.